طيب خلينا ننتقل لخبر مهم جدا من الاهرام الصفحه الاولى. اليوم الرئيس يشهد اضخم مناوره بحريه بالذخيره الحيه، ولسه كنا من يومين رعد الشمال، رعد الشمال ورمسيس، والنهارده ذات الصواري. بالظبط. المناوره النهارده اعتقد من المناورات المهمه جدا، ويمكن الكبيره في حجمها وتنفيذها في البحر المتوسط. ما اعتقدش ان في دوله في كل حوض البحر عملت مناوره بالحجم دوت، ولا بالتمرينات اللي هيتم تنفيذها النهارده. بنتكلم على مشاركه اولى للفرقاطه تحيا مصر في المناوره النهارده. بنتكلم على رمايه بالذخيره الحيه. الهدف منها اعتقد انه انت بتدي رساله لكل الدول اللي موجوده في المنطقه انه مصر تقدر تحمي حدودها البحريه كويس قوي. ودي رساله لكل من كان بيحاول انه يلعب معانا في مياهنا الاقليميه، وان احنا كمان نقدر ننفذ عمليات ممكن تبقى مؤثره من خلال البحر. واستكمالا بقى على المناوره دي بدات في 2014 ذات الصواري، والنهارده بتكمل مرحله من مراحلها المهمه يعني. والرئيس بيحضرها دلوقتي مع عدد من كبار الدوله. رساله بنوجهها بتاكد مره اخرى ان مصر عازمه على حمايه امنها القومي وحمايه حدودها البحريه اللي كانت بتنتهك خلال الفتره اللي فاتت. وكمان انت بتتكلم على ان انت بتقدر تحمي المناطق اللي هيطلع منها ثروات الفتره اللي جايه، هي المناطق الشماليه المصريه اللي فيها الغاز وفيها شركات التنقيب. والاتفاقات كمان مع اليونان ومع قبرص، وهم كان بيتم انتهاك السياده البحريه ليهم في اجزاء منها. صحيح فيما يخص خاصه كمان التهديدات اللي ممكن تجي لنا من ناحيه ليبيا، لانه انت بتتكلم هنا على تهديدات في مناطق واسعه بحريه كمان. النهارده الارهابيين انت عارف ان هم وصلوا لغايه سرت ووصلوا لغايه عدد من المدن الرئيسيه. بص، الموضوع معروف، وطبعا ربنا يحمي جيشنا وشرطتنا وشعبنا من ما يحدث في المنطقه، لكن